يا جدع اقسم بالله وبدون مبالغه الشوط الاول فرنسا هي اللي بتعاني قدام مصر، ايا كانت النتيجه. اقسم بالله انا فخور باداء منتخب مصر في الشوط الاول قدام فرنسا. انا بتفرج على الماتش كأن بلجيكا اللي بتلعبها، كأن اسبانيا اللي بتلعب فرنسا. مصر يا جدعان عامله ماتش عظمه، اقسم بالله ما في لاعب مقصر، وخصوصا ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ده يا جدعان طفره، ربنا يحميه ويزيده. النني جامد جدا، كوكا، زيزو ما قصرش، محدش قصر يا جدعان الشوط الاول، وكمان حمزه علاء. اقسم بالله يا جدعان فرنسا اللي بتعاني قدامك، وهي اللي ليها الاولويه، بتلعب على ارضها، دي اول حاجه. تاني حاجه اللعبه بتاعتها ريحت، لان لما هم كانوا بيلعبوا في المجموعات وكسبوا اول ماتشين وضمنوا التاهل، لعبوا الماتش الثالث بالاحتياطي وريحوا لاعبتهم. الماتش اللي فات انت لاعب وقت اضافي على شوطين ولاعب ضربات جزاء، هم ما لعبوش، فهم اللي عندهم القوه البدنيه، هم اللي مريحين عنك اكتر. انت دلوقتي اقسم بالله بتلعب ماتش انا ما شفتوش يا جدعان من زمان. مصر يا جدعان هي اللي كان ليها الاولويه والافضليه في فترات كتير في الماتش، وكان المفروض ان احنا نكسب. ربنا يكملها على خير، لان بجد ان شاء الله ربنا هيكلل تعبنا وهيكلل